ده اللي انت بتعمله، لكن ده اللي انت المفروض تعمله. ايه الحوار ده؟ انا هفهمه لك، انت تعمل لي فولو. ها، التمارين المركبه التقيله زي السكوات والديد ليفت دي تمارين بنسميها كلوزد كاينيتيك. لو عضلات الكور مش شغاله كويس هتكون زي ما بيقولوا كده ملخلخ، محتاج ثبات اكتر. هنا يجي دور عضلات البطن كلها والظهر السفلي، شدهم كانك مستعد ان حد هيضربك بوكس في بطنك كده، وده بنسميه بريسنج. لكن استنى، في خطوه قبلها. عشان نوصل لاقصى ثبات محتاجين ضغط داخلي زياده، زي ضغط السوائل والغازات كده في الازاز. هنا بيجي دور النفس. خد نفس كويس عن طريق بطنك مش صدرك بس، انفخها زي البالونة كده قبل ما تبدأ العد. حافظ على النفس طول وقت النزول وخرجه أثناء الطلوع بعد ما تعدي أصعب نقطة. زي بعد ال90 درجة كده في السكوات، ده بنسميه فالزالفا مانوفر. الاتنين مع بعض الكور بقى زي الحزام، وتقدر تشيل اوزانك وانت مطمن. اتعلمهم الاول على اوزان خفيفة، قوي عضلات الكور ودوس يا باشا. لكن اوعى تعملهم لو انت مريض ضغط او لسه عامل عملية من قريب. ولو انت مبتدئ اتعلم البريسنج كفاية الاول. ها، متفقين على ايه احنا؟